هل الألبومة تؤذي الإنسان وهل هي خطر عليه كما يزعم البعض، أو مجرد خرافة لا أساس لها من الصحة؟ أسمع ماذا قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام الله عليكم. قبل أو بعد مشاهدة الفيديو لا تنسوا أن تعطروا إفوامكم بالذكر والصلاة والسلام على النبي المختار. البوم وهي من الطيور بمعظم أنحاء العالم، الليلية الجارحة، تشبه الصقور، أقدامها كبيرة قوية، ومناقيرها معقوفة ومخالبها طويلة حدة، وعيونها مكيفة للإبصار في الظلام، تقدر على الرؤية نهارا، ولكنها تقضي النهار نائمة بالكهوف أو بجذوع الأشجار، وريشها ناعم منفوش، وطيرانها لا يكاد يسمع، وهي طيور تتمتع بميزة في عالم الطيور، فهي تتميز بحاسة البصر القوية ليلاً، ويبدو ذلك جلياً واضحاً من كبر حجم أعينها الحادة الثاقبة، وهي تتغذى بشكل عام على الفئران والقوارض والحشرات، فهي بذلك استحقت لقب منظف البيئة وصديقة الفلاح. بل وتعتبر البومة هي الطائر الوحيد الذي يستطيع النظر بكلتا عينيه إلى هدف واحد، لذا فلكي ترى من حولها تدير رأسها بزاوية تصل إلى 270 درجة، إضافة إلى تميزها الشديد في الرؤية الليلية، تلك الميزة التي لا يضاهيها فيها إلا القطط. كان يعد البوم في المشرق في الجاهلية نذيرا بالشؤم، فهو يقيم على الأشجار الكبيرة العالية وفي الأماكن الخربة التي لا يرتادها الإنسان كثيرا، وربما لم يشاهدها الكثيرون، وتصدر صياحا حزينا قد يخيف الناس في الليالي المظلمة، ولذلك فقد اعتبرها الناس فألا سيئا ونذير شؤم. وثبت عن النبي أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا صفر ولا نوء ولا غول، ويعجبني الفأل والمعنى إبطال ما يعتقده أهل الجاهلية من أن الأشياء تعدي بطبعها، فأخبرهم أن هذا الشيء باطل، وأن المتصرف في الكون هو الله وحده لا شريك له. والسلام عليكم ورحمة الله.